السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذكرى أرض الخير، أرض الحضارة، أرض اللي خيرها ظل وسيظل على أبد الآبدين، لازم نذكر أرض المملكة العربية السعودية. وإن ذكر أطهر بقاع الأرض، أجمل بقاع الأرض، أحلى بقاع الأرض، خير بقاع الأرض، لازم نذكر مكة المكرمة. مكة المكرمة عيش بسلام. مكة المكرمة موفرة كل حاجة، معتمر أو حاج أو زاير كل حاجة متوفرة. أجمل روحانيات في مكة المكرمة. بنشكر كل من ساعد المعتمرين أو الزوار أو الحجاج من كل حاجة، من عمال ومسؤولين ومن كل حاجة. الناس دي بتفني جهودها عشان تخليك مرتاح. وبجد بجد بجد حاجة كمية الروعة. مكة ديت بس عاوزة منك إنك تعمل عبادة كويسة لوجه الله عز وجل. أنا في فيديو سابق قبل كده هو إن سألتوني فين أماكن توزيع الوجبات في رمضان. فأنا دلوقتي إن شاء الله هقول لك مكان توزيع وجبات الخير في رمضان. والوجبات دي أنت لو عاوز تتصدق بيها أو أنت عاوز تاخد وجبة، فأنا هقول لك أماكن توزيعها في رمضان فين. وأكيد أكيد أكيد لازم أنت كمعتمر أو كحاج أو كزاير لازم تحافظ على نظافة المكان وروحانيات المكان، وتكون بتعمل كل حاجة بأدب. وإن شاء الله ربنا يكرمك يا ربي وتقبل عمرتك وحجتك إن شاء الله. ده المكان اللي هو بيكون في رمضان. المكان دوت فين؟ آخر المكان ده هيكون عند موقف كودي. وانت لو عملت في ظهرك بوابة 77 هتلاقي كده هو زي سلم هتنزل منه، هتلاقي الشارع دوت اخره موقف كودي. هنا بقى في الشارع ده بالظبط هتلاقي على الجنبين يمين وشمال مكان لتوزيع الوجبات. الوجبة عبارة عن ايه؟ الوجبة عبارة عن ربع دجاج ورز ومية، او ربع دجاج ورز وبلح ولبن او عصير. فديت قيمة الوجبة تقريبا بتروح تقريبا من 10 ريال. او انت حابب تاخد وجبات فهتلاقي في المكان دوت في شهر رمضان الكريم ناس خير وناس طيبين بيوزعوا وجبات ووزعوا وجبات ميه. في ناس سألتني قالت لي فين المكان اللي هو في رمضان، فده من احدى الاماكن اللي هي بتوزع ايه الوجبات. اسألكم بالله الدعاء لي والوالدين وكل من ساهم في خدمة المسلمين، كل من ساهم بالروحانيات، كل من ساهم في تيسير الناس، كل من ساهم بكل حاجة. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.